ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة أينما كنتم، مرحبا، أهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشرة من هذه التحفة من ملعب نيلسون مانديلا في ضواحي العاصمة، بالضبط في بلدية براقي، واحدة من الأحياء المجاورة لضواحي العاصمة. رغم برودة الجو في العاصمة هذه الأيام وتهاطل بسبب تهاطل الأمطار وكذلك الثلوج، إلا أن دفء الجزائريين يغمر الأشقاء الأفارقة المشاركين في بطولة إفريقيا للمنتخبات المحليين الذين يعيشون أجواء فريدة في العاصمة وهران، عنابة وقسنطينة، أين يحظون بحفاوة كبيرة واستقبال جماهيري لم يسبق له مثيل في تاريخ هذه المسابقة، حتى أن الأرقام الأولى تقول بأن الحضور الجماهيري في هذه البطولة يفوق بكثير معدلات الحضور الجماهيري لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحترفين. طبعا كنتم تستمعون قبل الآن إلى عزف النشيدين الوطنيين الموزمبيقي والجزائري. عزف النشيد الجزائري وترديده يعتبر حكاية فريدة من نوعها طبعا في ملاعب الكرة. لو يعزف 100 مرة في اليوم تقشعر نفوس الجزائريين وأبدانهم 100 مرة. لو يعزف 100 مرة تسيل دموعهم أيضا 100 مرة. المواطن العادي عندما يستمع للنشيد قسما في الجزائر يتحول إلى 100 شخص، والجندي بحد ذاته يتحول إلى 100 عسكري، بل يصبح جنرال زمانه في مواجهة الخصم. فاشهدوا أن بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر تم إحياؤها مجددا بفضل هذا التنظيم الرائع وهذا الحضور الجماهيري الكبير وهذه الحفاوة الكبيرة التي تحظى بها المنتخبات الإفريقية، شبان القارة الإفريقية الذين يبدعون في مختلف. محمود اسماعيل الحكم السوداني هو الذي يدير هذه المباراة التي تنطلق في هذه الأثناء. المنتخب الجزائري بتشكيلة مغايرة للتشكيلة التي لعبت المباراتين الأولى والثانية، ما عدا قندوز وقداد وكذلك دراوي. البقية كلهم يشاركون لأول مرة أساسيين في هذه البطولة في حضور في الارتكاز لاعبان رواقين. وفي الأمر عنده الكرة الآن اللاعب جحنيت، عرضية والراسية، وأول كرة التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق الحارس جوامبي، كانت الراسية من كريم عريبي. فهذا اللي ممكن يطرح علامة استفهام لو كانت المباراة عن طريق اللاعب رضواني من هنالك والتغطية الدفاعية بينها أسبوع. لا، كرة بعيدة ناحية رضواني، تدخل كان قوي والحكم السوداني كل خطأ على بوجانواريو في هذه اللعبة. هل أخرج له البطاقة الصفراء؟ نعم، أول بطاقة صفراء يخرجها حكم المباراة لجانواريو، يقول له لا 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 لا, لا مش فاول. 30 سنة في عمره اللاعب بوجانواريو. المدافع حاضرة في مدرجات الملعب. كرة جزائرية مرة ثانية، تسديدة رائعة من أكرم الكرة، ما زال رضواني وأكرم جحنيت، والكرة في الركنية. جحنيت لاعب متميز، كان متميز في سطيف وما زال متميز في اتحاد العاصمة في كل الفرق التي لعب لها. خبرته على الصعيد القاري. طرح جحنيت على يسار الحارس جوامبي، جول. فوق الجميع واضربها بالراس في الزاوية اليمنى، جول. 1-0 للمنتخب الجزائري. بداية ولا أروع. ملعب نيلسون مانديلا العظيم يهتز في هذه اللحظات بعد هذا الجول من حسين دايري مدافع نادي بارادو الذي يسجل أول أهداف المنتخب الجزائري بالراس من ركنية من جحنيت. الارتقاء والراسية بوم على المدافع حسين دايري اللي يلعب اليوم في الارتكاز في وسط الدفاع، والبطاقة الصفراء هنا. لا، الحكم يقول لا، في خطأ لصالح عناصر منتخب الموزمبيق بعد هذا التدخل من شعيب. سيخرج البطاقة الصفراء بعد هذه. تلعب الكرة مرفوعة خطيرة، كرة لعبة ممتازة في العمق المجموعة. الكرة راحت ركنية لمنتخب موزمبيق. دائما 10 دقائق لعب، 1-0 من امضاء حسين. الركنية تنفذ في القائم الأول. الرأسية الدفاعية تخرج من التشجيع.
لمنتخب بلاده. كرة موزمبيقية لوسط لصالح جحنيط، عنده الكرة الآن من هنا جحنيط. يا الألفية الجديدة مجال يبقى اللاعب الجزائري الوحيد المتوج به في اتجاه جحنيط، لعبها على الجهة اليمنى. المراوغة والمرور امام لاعبين بالخير في المراوغة. بالخير مازال كثرت يا ابني، كرة ضاعت يسترجعها من هنالك اللاعب جحنيط، يحاول يمر وتغطية دفاعية، ماهوش في التغطية، يحاول يسترجع هذه الكرة ويتفوق. عنده الكرة خطير لما يأتي من بعيد. بالخير مازال وضاعت منه وتسترجع عن تتويج رابع على التوالي، يكون تاريخي. كرة لعناصر منتخب موزمبيق تسترجع مرة ثانية. أسامة شيتا يبحث عن باوش حاول يمر، ولكن الوحيدة في المباراة لحد الآن جانواريو مع وسط ميدانهم.